في ناس وانت بتكلمهم لازم تعلق رسائلهم لفترة، علشان لما بترد على طول بيفهموا ان انت سهل مش متواضع. في ناس لما انت بتعلق طلب الصداقة بتاعهم يومين ثلاثة وترجع تقبله احسن ما تقبله على طول، علشان بيفتكروا ان انت ما صدقت. في ناس لما يتصلوا بيك لازم ترد في اخر الرنة علشان تفهمهم ان انت مهم. في ناس لما بيطلبوا منك حاجة لازم تقول لهم هفكر، مع ان انت ممكن تنفذها على طول بس هما يفهموها ان انت مش لاقي. في ناس ما ينفعش تكلمهم بطبيعتك علشان هيقولوا عليك عبيط، لازم ترسم الدور وتعيش جو مش جوك. في ناس لازم تلبس غالي وانت معاهم علشان لو لبست لبس بسيط هيفهموا ان انت شحات. في ناس وانت بتكلمهم من مناخيرك بيحترموك، لكن انت لو احترمته بيمرمطك. في صحاب ليك لازم تتقل عليهم علشان بيحسبوا ان كتر اتصالك بيهم خنقة مش اهتمام. في ناس قريبين منك لما انت تبقى مرايته وتعرفه العيوب بتاعته علشان يعدلها بيزعل منك ويتقمص ويفكرك بتقلل منه. في ناس كل ما تشوفك بتنجح بيقللوا من نجاحك ويحبطوك ويقولك واخرتها يعني هتعمل ايه. في ناس وقوفك جنبهم ومساعدتك ليهم بيفكروا ان ده فرض عليك وان انت مطالب ان انت تعمل كده، مع ان انت عندك من الهم والمشاكل اللي مكفيك وهم ولا هم. النوعية ديت من الناس اللي انت لازم تعمل تكليف وانت بتكلمهم، دول عبارة عن مرضى نفسيين محتاجين يروحوا مصحة. فانصحك تبعد عنهم وتشتري دماغك علشان تعيش مرتاح البال. السلام عليكم.